بويا قامت يا بويا ما رعاني وخلايا في عينك مرمراني من حق يا ابويا تردوني انا طالبت بيه وانكروني ويمنين بك عليك يمنعوني يا برا المدينة طلعوني مويا انا ومن بك عمي عيوني اي الرجايا التقيب تجلدي هو في النوائب مضحيت قريبي فقدي أبي أم غصب عني حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جميلي لذا قالت يا ابن العم عندي وصايا وأريد أن أوصيك بها قال أوصي يا ابنة رسول الله ستجديني منفذا لوصاياتي كلها قالت يا ابن العم عهدتني كاذبا ولا خائنا ولا خالفتك منذ عاشرتني قال حاشا وكلا أنت أبر وأتقى وأشد خوفا من الله من أن يوبخك بشيء من مخالفتي ولقد يعز علي فراقك يا ابنة رسول الله فإنا لله وإنا إليه راجعون من مصيبة ما أعظمها وألمها وأمضها وأفجعها قالت يا ابن العم إذا أنا قضيت نحبي ولقيت ربي فغسلني وحنطني وكفني وصل علي وادفني ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا وعفي موضع قبري ولا تشهد جنازتي هؤلاء الذين ظلموني فإنهم عدوي وعدو الله وأريد أن تتخذني نعشا رأيت الملائكة صوروني صورته قال صفيهني وصفتني علي فاتخذونا بعد وفاتها وهو أول نعش صنع في الإسلام ثم قالت يا ابن العم وإذا أردت أن تتزوج من بعدي فتزوج بابنة أختي أمامة بنت زينب فإنها تكون لولدي الحسن والحسين مثلي واجعل لها يوما وليلة ولولدي الحسن والحسين يوما وليلة ولا تدع أحدا يصيح في وجه الحسن أو الحسين فإنهما يصبحان يتيمين منكسران بالأمس فقدا جدهما وغدا يفقدان أمهما وإذا دفنتني فاجلس عند قبري واسمعني تلاوة القرآن فإني أحب تلاوة القرآن وسماع صوتي فاستجاب علي سلام الله عليه لا دعوتها وعمل بوصيتها وحين حضرتها المنية حضايا رعدها الوسب وقت الوصية تقول نقرا يا ابو يا بعد الروح ليا
فخر يجن هذا جنين ستايسين مرد تلجتي يا محسن وحسية تجنب وكيت واسمي يا ابو الحسنين اريد اللي تشوف عليه تصبير وتراني طارة ولو غسلتني اريدك ما تجسم العيومتي اخايا ويذوب قلبك لا شبكني الخلفايا اوب علي ليتي وخاير وانا لا رحت عنك يا ابو حسين اريد انك تجل قبري بكل حين. عند ذلك امامنا علي امير المؤمنين بعدما اكملت الصديقة وصيتها خرج من عندها واقبل الى المسجد وذلك لاجل استقبال صلاة الظهر وكذلك العصر. تقول اسماء بعد ذلك صفت قدميها بعد ذلك تمددت فاطمة وتسجد نحو القبلة وقرأت آيات من القرآن الحكيم وسور من الذكر الحكيم وخفي صوتها علي ناديتها يا فاطمة ما أجابت يا أم الحسن والحسين ما أجابت يا ابنة من صلى بملائكة السماء مثنى ما أجابت. فتحت باب الحجرة دخلت عليها كشفت الإزار عن وجهها وإذا هي ميتة جلست عند راسها أبكي فبينما أنا كذلك وإذا بالحسنين قد أقبلا استقبلتهما عند باب الدار عرضت عليهما الطعام لأشغلهما عن أمهما الزهراء بالأكل والشرب. التفتا إلي قال أسماء متى رأيتينا أكلنا وليس معنا أمنا الزهراء. أسماء أين أمنا فاطمة؟ قلت لهما سيدي إن أمكما نائمة في الحجرة وتقصد بالنوم الموت كما مر. قال أسماء ما ينيم أمنا في مثل هذا الوقت وهو وقت صلاتها ونوافلها. أحس قلبهما بالشعر دخل الحسين إلى الحجرة قبل الحسن جلس عند راس أمه مناديا يا أمه كلميني فأنا ولدك الحسين ما أجابت. يا أمه كلميني قبل طلوع روحي ما أجابت. كشف الإزار عن وجه أمه الزهراء وإذا بها قد فارقت روحها الدنيا. وصاح أخي أبا محمد آجرك الله بالوالدة يعني لقد ماتت أمنا فاطمة. فدخل الحسن جلس عند راس أمه الزهراء يبكي وهو يقول أمه كلميني فأنا ولدك الحسن ما أجابته. تقول أسماء فخفت عليهما لكثرة بكائهما قلت لهما سيدي اذهبا إلى أبيكما علي وأخبراه بموت أمكما الزهراء. جاء إلى المسجد ببكاء وعويل ونحيب. استقبلهما الأصحاب ما يبكيكما يا ابني رسول الله لعلكما ذكرتما جدكما النبي فبكيتما لذلك. قال لا أولد قد ماتت أمنا فاطمة. فلما سمع علي بهذا النبأ المؤلم وقع في محرابه يبكي على شريكته في الحياة وهو يقول أماتت فاطمة بمن العزا بعدك يا ابنة رسول الله.
بعد ذاك نهض أخذ بيد الحسن والحسين وأقبل إلى الدار. لما جلس عند الدار ألقى العمام من على راسه، الرداء من على منكبيه، وكأني بينادى يجلنا دجلين السايسين، يقول الهاي دجلين السايسين، مرضت شردتي يا محسن وحسين. لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل. إلهنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك محمد وآله أن تقضي حوائجنا للدنيا والآخرة، وأن تشفي جميع المرضى بشفائك، وتداويهم بدوائك، وتعافيهم من بلائك، ولا سيما المرضى المنظورين. اللهم ألبسهم ثوب الشفاء عاجلا يا أرحم الراحمين، وتقبل من المؤسسين والحاضرين والسامعين، وابعث إلى أمواتهم وأموات الجميع ثواب الفاتحة.